يا صباح الفل والياسمين على عيونكم. وديت بقى مكة الحضانة وقلت بقى اخلص الشقة وهي مش موجودة. كنت بكنس كده وعطشت فجأة قدام التلاجة، فتحت التلاجة عشان اشرب، ببص فيها لقيت عندي لبانة فيها لبن وكنكة فيها لبن. يعني اللبن ده مش هنشربه لانه كنت بغليه امبارح ولقيته طلع سمنة كتير على الوش وسمين، فاللبن اللي من النوع ده احنا مش بنعرف نشربه. وعندي كمان شوية لبن في الفريزر كانوا قريبين مني، هطلعهم وافكر كده هعمل بيهم ايه. قلت بقى الموضوع ده انا عايزه دقيق وما عنديش دقيق في الشقه، فاخدت البوق والمفتاح ونزلت بسرعه جبت دقيق والحاجات اللي انا عايزاه علشان اعمل قرص. فاخدت البوك بتاعه ونزلت وما غبتش، رحت بقى جبت دقيق. والحاجه اللي انا هوريها لكم، جبت 2 كيلو دقيق مش 2 كيلو. هو الدقيق عندنا ب18، فجبت ب30 جنيه، يعني 2 كيلو الا حاجة بسيطة. وجبت كمان سمنة، السمنة روابي دي بريحة القشطة حلوة قوي بحبها، جبت ب30 جنيه وحبة حلوين. وجبت بقى خميرة علشان العجن وكده. وده اللبن بتاعي حطيت كله على بعضه ودفيته كده علشان محتاجين اللبن يكون دافي في الوصفة دي. واخد كده كوباية وربع من السمنة وهسخنهم، بس مش هخليهم يسخنهم قوي، يسيحهم بس. تمام. وكده كل الحاجات اللي انا هستخدمها في الوصفة بتاعتي هنعمل ايه بقى؟ هنعمل قرص. انا قلت بقى استغل اللبن اللي عندي ده وهعمل قرص كده كنت باكلها زمان، فجت على بالي القرص دي ستي كانت بتعملها لنا زمان، الله يطول في عمرها. كانت قرص كده بتبقى قرص ناشفة كده شوية ورفيعة في الحجم، وكانت كنا بنفطر بيها بنفرد عليها جبنة كده. فالقرص دي انا جت في بالي او بتوحم عليها، مش عارفة ايه بالظبط، بس نفسي راحت لها، فقلت طالما اللبن موجود نعملها ويا رب تطلع مظبوطة وزي يعني زي ما كانت بتعملها او اقرب ليها شوية، علشان انا اصلا مش فاكرة هي كانت بتعملها ازاي. فقعدت اتذكر كده مع ذكرياتي زمان لما كنا بنقعد معاها وبنعمل سوا وكده. فالمهم هنا احنا جبت بقى نخلت الدقيق، اهم حاجة بندخله عشان لو في اي حاجة، لو حتى هو نضيف بندخله مرة كمان. وهجرب بقى نعمل اختبار للخميرة بتاعتنا. جبت معلقتين سكر كده وحطيتهم في نص كوباية مية، وحطيت عليهم الخميرة بتاعتنا، كيس الخميرة بتاعتنا او الخميرة اللي هي بتبقى الخميرة اللي هي المكعبات دي، الخميرة البيرة او الخميرة الفورية. المهم الخميرة اللي تكون موجودة عندنا، ومعلقة دقيق عليهم كده وندوبهم ونركنهم في جنب. المعلقة الخميرة بتخليها تترفع اكتر وتتفاعل اكتر. بعد كده الدقيق بتاعنا جبناه وحطينا عليه رشتين من الملح، يعني بمقدار اكبر من ربع المعلقة بشوية. ودي الخميرة بتاعتنا اتفعلت، شوفوا الكيس اللي انا كنت ربطاه عليه مغطيه وشها اتنفخ من كتر التفاعل. عملت لها اختبار عشان الكيس ده بقاله اسبوعين عندي، فكنت جايباه عشان اعمل بيتزا وما عملتش. فسألت العطار فقال لي لا، طالما كيس المدة بتاعته لحد سنة، لو حتى هو شهر شهرين عندك اعملي له الاختبار بتاع التفاعل ده واشتغلي بيه لو لقيتيه مظبوط معاكي وكده. اهم حاجة لو هي من اللي هي الخميرة اللي احنا بنجيبها السايبة دي بنوزنها بالجرام، دي لأ، لو هي اخرها اسبوع. بعد كده احنا حطينا بقى الخميرة على الدقيق بتاعنا، وحطينا اللبن وعليه السمنة بتاعتنا، وهنبس بقى كل ده في بعضه علشان الدقيق يشرب من الحاجات اللي احنا حطيناها، اللبن والسمنة بالشكل ده. نصلي على رسول الله في الكومنتات او في سرنا وتدعوا لي دعوة حلوة كده، ربنا يتمم حملي على خير. وما تنسوش اللايك يا حبايبي، واللي لسه جديد واول مرة يشوف فيديوهاتي اشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصله اول واحد اشعار بالفيديو بتاعي. بسم الله ما شاء الله. السمنة يا جماعة اللي هي بريحة القشطة دي حلوة قوي، يعني انا اول مرة اجيبها، على طول اختي بتقولي ريحتها حلوة ريحتها حلوة،
وبتبقى بتدي الاكل ريحته حلوه وبتدي له ريحه وطعمه، وتحس ان انت بتعملي سمنه بلدي. لا انا جربتها والعجينه ريحتها حلوه قوي ما شاء الله. هنا بقى قعدت احاول اظبط العجينه زي العجينه اللي كانت ستي بتعملها او اقرب ليها. قعدت افتكر كده مع نفسي واحاول اظبطها، ف ايه تطلع زي ما تطلع بقى. المهم احنا عملنا اللي علينا وقعدنا نفتكر ذكرياتنا مع بعض. وقلت اعمل القرصتين دول قبل ما مكة تيجي بقى وتعكعكل في الدنيا. ده مكة لو جات من الحضانة وانا لسه مخلصتش المطبخ ده هيبوظ من الدقيق بصراحة. فهنا بقى انا خلصت وهو سبتها تخمر، والعجينة ما شاء الله خمرت. هوريها معاكم. هنا ست مكة اهي شرفت، كانت جات من الحضانة. وهنا بقى العجينة بتاعتنا خمرت ما شاء الله وملت الطبق بتاعنا. هوريها لكم دلوقتي ما شاء الله. بصوا اتفعلت وما شاء الله، والخميرة مظبوطة معانا. هنقعد بقى نقطعها مع بعض او نقرصها مع بعض زي الفلاحين ما بيقولوا. ومش الفلاحين، الناس القديمة بتقول ايه على التقطيع. التقطيع ده هنقرص العجين بتاعنا. فاحنا هنقطعه بقى كور كده صغيرة ونبعدها عن بعض علشان اسيبها تخمر. وما شاء الله لما اسيبها تخمر هترفع معايا، والكرة هتفضل الكرة هتكبر معايا شوية. شوفوا مكة مش لكم، مكة ما تقعدش في حتة ابدا غير لما تبهدلها عجين. هدومها كلها بقت مليانة عجين، وشعرها عايزة اقول لكم شعرها ده كان عامل زي الستات العجوزة من كتر دقيق اللي هي استحمت بيه. هنا بقى كانت قرفاني ومش مخلياني اعمل حاجة، وكنت عايزة اطلع اصلا من المطبخ بسرعة علشان الفرن كان شغال، والمطبخ بتاعي حتى شغلت الشفاط اللي هو يجيب هوا. برضو المطبخ صهد من كتر السخونية بتاع الفرن. ويا بنتي اطلعي يا بنتي بره في المروحة، يا بنتي اطلعي بره في الهوا. طب هاتي اللعب واقعدي قدام التلفزيون. لا هعمل معاك. وهي ما بتعملش معايا ولا بتعمل، هي بتبوظ بس. هنا بقى خلصت الصينية التانية، والصينية الأولى كنت حطاها في الفرن كده عشان تخمر وحط عليها الكيس. الفرن مش شغال بس حتة دفا، هي المطبخ كله أصلا كان سخن خمرت بسرعة. شوفوا حجم الكورة اللي احنا عملناها. وبدأت بقى أعملها. ما عملتش بالمكنة دي، أنا معرفش ستي كانت بتعملها بالمكنة ولا بالخبازة بتاع العيش، بس أنا حاولت أعملها بالنشابة بتاع العيش دي واظبط الحجم اللي انا عايزاه. اما للمكنه ما عرفتش اعمل بيها خالص، وكانت مرفعه لي العجين. وكمان هي فيها مشكله، فيها عجين ناشف كده ما عرفتش اطلعه فهو بيقطع العجين. وعملت برضو بالعجينه القرص دي محشيه بنسميها أبوري، بنسميها حنين بالسكر. في ناس بيسموها حاجات كتير لما بيجوا يعجنهم اي عيش او اي عيش فلاحي او اي قرص، بيعملوا في الاخر كده أبوري بالسكر او حنين بالسكر. فاحنا بقى عملنا القرص دي بقى فردتها كده، حطيت كورتين في بعض عشان يكون القرصة كبيرة، وحطيت عليها جبنة وطماطم، وعملت بالسكر وبالسمنة وبالجبنة السادة، وبقفلها بالشكل ده وبقفل عليها خالص. بعد لما خلصنا القرص بتاعتنا فقلت العجين اللي فاضل هعمل بيه قرص كده علشان انا ما عملتش اكل فده نتعشى بيه. ودي القرص بتاعتنا. القرص بعد لما خلصت بقى هي بتكون بالشكل ده رفيعه وناشفه كده شويه تمام. وبنفرد عليها بقى الجبنه كده، اي نوع جبنه بقى عندنا، وبتبقى حلوه قوي. هي بتكون مقرمشه كده من الاطراف وطريه من النص، وبنفرد عليها جبنه للفطار كده، اي نوع جبنه بقى. جبنه حادقه كنا زمان بنعمل عليها جبنه حادقه اللي هي الجبنه اللي في المش دي، بتبقى جميله. ودي القرص المحشيه اللي كانت اللي انا كنت عاملاها. واصلا حكايه العجن والخبز ده ما كانش وقته لان انا كنت تعبانه، والتعب زاد عليا من القعده ومن العجن وكده. ولسه المطبخ ما شاء الله عليه لسه هروقه بقى. شوفوا ما كان مبهدلاه، لو انا كنت لوحدي ما كانش فيه نقطه دقيقه هتنزل على الارض. هنا بقى المكنه دي ما استعملتهاش، نضفتها وهعينها تاني كده. بقى المهمه بتاعتنا خلصت، نروح نستريح بقى. لا لسه المطبخ نروقه
والدقيق ده نكنسه ونمسحه مسح حلوة كده، علشان الدقيق من كتر اللي هي كبت مية والدقيق وقع على الأرض عملوا عجينة على الأرض. فايه بقى نظبط المطبخ ونعمل بقى ايه كوباية شاي باللبن، عشان ما بحبش الشاي اصلا، بس الايام دي انا نفسي هفاني على اي حاجة، وكمان مش اي حاجة ايه، لا حاجات غريبة كده وحاجات يعني مش عارفة. بس الفيديو بتاعنا خلص، ويا رب يكون عجبكم، وكمان ايه يعني ايه قضيتوا اليوم معايا كده واخدتوا فكرة القراص الناشفة دي. للي حابب يجربها، وكمان اكتبوا لي في الكومنتات دقتوها قبل كده او عملتوها قبل كده، وكمان مين اللي دقها زمان. وما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.